ماما هو انت ينفع تديني الفلوس انزل انا مع صحابي انقي اللبس اللي انا عايزاه؟ مش لازم تيجي معايا عادي، انا مبقتش صغيره. هي المشكله يا حبيبتي ان انت ما بقيتيش صغيره، ومن ساعه ما كبرتي ما شفتلكيش قرار واحد عملتيه في حياتك صح. وبعدين بقى انت ناويه تنزلي بالمنظر ده مع صحابك؟ هو ده لبسك؟ ماله يا ماما؟ انا حاسه ان هو كويس وبعدين مريحني وسهل، ايه المشكله؟ المشكله ان انا اللي شايفه ان هو ما ينفعش ننزل ولا شوبينج مع صحابك. ولو هتنزلي بيه يبقى تدخلي تقعدي في اوضتك وما تزنيش، لان ببساطه مش هتنزلي بالمنظر ده. لا وعلى ايه هغيره؟ هتديني الفلوس انزل مع صحابي انقي اللبس ولا دي كمان لا؟ واديكي فلوس ليه ان شاء الله؟ هو انت هتنزلي تشتري حاجه من دماغك؟ وبعدين هو انا مش قايله لك عايزه اخدك نروح نقص منظر شعرك ده؟ عايزه اظبطه لك عشان شكلك يبقى عدل شويه؟ ايوه يا ماما، ما انا قايله لك ان احنا بعد ما نزور علي عايزه اروح اقص شعري. يعني مكرره من دماغك نزول وشوبينج وتروحي العاليه وتروحي تقصي شعرك من غيري؟ هتعملي ايه تاني بقى ان شاء الله من غيري؟ وبعدين مقرره تعملي شعرك ازاي؟ اللي هيجي في دماغك كده هتروحي تعمليه ولا تعرفيني انا وتستاذنيني الاول؟ لا يا ماما، مفيش قصه معينه في بالي. انا كل اللي عايزاه ان انا اروح اقول لها اعملي لي حاجه تليق عليا، وعايزه افتح بس حاجه بسيطه قوي احس بالتغيير. لا بصي، انا مش مقتنعه بالقرف اللي انت عماله تقوليه ده. يا تستني ابقى معاكي ورجلي على رجلك واختار اللي هتعمليه في شعرك، يا تبعتي لي الصوره قبل ما تقرري واقول لك يا يا لا. ماما استناكي تبقي معايا ايه وبعدين ابعت لك صور ايه؟ اكيد الموضوع مش مستاهل يعني، اكيد انا مش هعمل حاجه شكلها وحش في نفسي. عادي يا ماما، انا مش صغيره. لا ما انت يا حبيبتي نازله مع صحابك فهيقنعوكي ويملوا دماغك ويحرضوكي، وتروحي تعملي ساعتها اي قرف يقولوا لك عليه، وساعتها الندم مش هينفع لما شعرك يتقص. صحاب ايه بس يا ماما اللي هيقنعوني ويحرضوني؟ دي ليلى وفريده وهبه، ما انت عارفاهم كلهم، هعمل ايه يعني مختلف بوجودهم؟ طب اتفضلي، كفايه ان فريده السوسه القروبه نازله معاكم وانا قلت لك ما بطيقهاش. ليه بقى؟ انا عمري ما شفت منها اي حاجه وحشه، بالعكس دي معايا في كل حاجه. بقول لك ايه، بلا معاكي بلا زفت. عايزه تنزلي تتصلي تقولي لهم فريده لا، ماما قالت كده، غير كده مفيش نزول. ماما انا مش هنقي صحابي كلنا نازلين مع بعض، مش هعرف اقول لهم ما تجيبوش دي وهاتوا دي. لا تعرفي، زي ما بتعرفي تقولي لهم نازله تعرفي ترفعي عليهم سماعه التليفون وتقولي لهم مش جايه، ماما مش عايزه فريده. وبعدين وريني تليفونك، هو انا كم مره قلت لك عايزه اشوف الشات بتاع عاليه؟ البت دي لسه بتنزل معاكي مصلحه وبتطلب منك فلوس؟ ماما تصوري ان انا تعبت وبعدين ترجعي تعايريني وتقولي لي ما عندكيش شخصيه ومهزوزه وما عندكيش ثقه في نفسك؟ هجيبها منين؟ اما كل حاجه في حياتي انت اللي بتختاريها لي، لبسي شكلي شعري كل حاجه بعملها. حتى لما بختار اي حاجه مع صحابي بتخليني ارجعها، حتى صحابي بتختارهم لي ومشاويري واروح فين واجي منين. ماما انا ما بعملش حاجه غلط، سيبيلي شويه مساحه من الحريه، محتاجه احس ان انا بقرر حاجه لنفسي، بعمل حاجه من دماغي عشان اعرف حتى قدام احس ان انا انسانه بتعرف تتصرف، شايله مسؤوليه، بعرف اقف في مواقف. انا مفيش اي حاجه اللي بلاقيكي معايا فيها يا بتروحي معايا فيها يا بتختارها لي يا بتنقيها لي، ترجعي بعد كده تقولي لي عدمت الشخصيه. هجيب الشخصيه منين اما انت اصلا مش مدياني مساحه اعمل اي حاجه بنفسي؟ سكتي